دايما لما بنسمع كلمة الجالاكتيكوس بيجي في بالك جيل ريال مدريد العظيم، بس دايما بنشوف آراء مختلفة حوالين الجيل ده. شوية من الناس شايفين إن الإدارة فشلت في تحقيق جيل من اللاعبين متوازن يجيب بطولات للنادي، والباقيين شايفين إن الإدارة نجحت في تحويل ريال مدريد من فريق كرة قدم إلى ماركة عالمية بقيادة فلورنتينو بيريز. جيل الجالاكتيكوس بين النجاح والفشل. في صيف 2000 بيخش لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد انتخابات رئاسة النادي، وهو واثق ومتأكد ان هو هيكسب، وده بسبب ان هو قدر يحقق 2 دوري ابطال في اخر 3 سنين. ولكن ورا النجاحات دي كلها كان في مشكلة كبيرة جدا عند النادي في الوقت ده، وهي الديون اللي على النادي اللي وصلت وقتها ل 280 مليون يورو. الحالة دي للنادي خلت رجل الاعمال الغني جدا فلورنتينو بيريز يترشح لرئاسة النادي. ومع ان فرصة فلورنتينو بيريز ان هو يفوز بالانتخابات كانت قليلة جدا، خصوصا ان هو خسر انتخابات النادي سنة 95، الا ان وعد الجماهير ان في حالة ان هو كسب الانتخابات هيتعاقد مع لويس فيجو نجم برشلونة. كنا عملنا حلقة عن الموضوع ده، هسيبها لكم دلوقتي في الاي اللي هتظهر فوق هنا. وفعلا بيريز بيكسب انتخابات النادي وبيتعاقد مع لويس فيجو نجم البارسا، ليبدأ عصر جديد لريال مدريد بقيادة بيريز. بيريز من اول يوم كان هدفه واضح انه عايز يرجع امجاد ريال مدريد زي جيل الخمسينات، وكان عنده هدف واضح وصريح ان هو يتعاقد مع افضل اللاعبين في الوقت ده. بس الموضوع ما كانش ليه علاقه بالكره بس، كان في اهداف تجاريه واضحه لبيريز. بدا ببيع 50% من حقوق الصور للاعب لويس فيجو لريال مدريد علشان يكون فيجو اول لاعب في العالم يعمل الموضوع ده. بس كانت لسه في مشكله واقفه قدام بيريز، وهي كميه الديون الكبيره جدا اللي على النادي. فكان الحل الوحيد اللي قدام بيريز ان هو يبدا يبيع بعض اللاعبين من النادي علشان يقدر يوفر سيوله يسد بيها ديون النادي، وبعدها يبص لحلمه بقى اللي هو اصلا جاي يعمله في ريال مدريد. وكانت البدايه مع محبوب الجماهير اللاعب فرناندو ريدوندو الى اي سي ميلان، اللاعب اللي كان اكتر الداعمين للورينزو سانز. وجه بعدها على طول بيع اللاعب نيكولاس انيلكا لباريس سان جيرمان. كل التعاقدات دي كان الهدف منها الناحيه التجاريه. اما بقى في الناحيه الكرويه فريال مدريد قدر يتعاقد مع ماكاليلي وسولاري عشان يحصل توازن في ملعب ريال مدريد. بدايه موسم ريال مدريد كانت ممتازه وقويه جدا لغايه ما جه اختبار البارسا في الكامب نو، اللي المره دي بالذات كان ليه طابع خاص بسبب تعاقد ريال مدريد مع لويس فيجو نجم البارسا. وبيخسر ريال مدريد من البارسا 2-0، وبيجي في ال3 ماتشات اللي بعدهم يخسر ماتشين علشان تبدا الانتقادات تكون قويه جدا على الفريق وخصوصا على مدرب الفريق ديل بوسكي. ولكن بعدها بيرجع ريال مدريد تاني للمسار الصحيح وبيقدر ان هو يكسب 8 ماتشات متتاليين في الدوري. بس في نص السلسله دي بيخسر ريال مدريد من بوكا جونيورز في كاس العالم للانديه اللي اتلعبت في اليابان. علشان نشوف فلورنتينو بيريز بيطلع في الاعلام ويقول ان الريال لم يظهر بشكل مناسب في اسيا، لكن بيجي الميرينجي بعدها ويتعادل مع البارسا ويكسب فالنسيا ويكون المرشح الاول للفوز بالدوري. بيجي بعدها الدور على البطوله المحبوبه لريال مدريد، دوري ابطال اوروبا. وبعد ما بيكسب جالاتا سراي بيجي الدور على المواجهه ما بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، المواجهه اللي متعودين عليها كتير جدا في اوروبا. وبسبب ان ريال مدريد بيخش الماتش بنوع من الغرور بيخسر الذهاب والاياب ويودع البطوله. وهنا بيجي الاحباط وخيبه امل كبيره جدا للفريق، ولكن الفريق بيقدر يرجع لمساره تاني وبيحقق لقب الدوري. وبتيجي بعدها على طول هديه بتنزل من السما لبيريز. البلديه في اسبانيا بتوافق ان ريال مدريد يبيع ارض التدريبات علشان يكسب ريال مدريد من الصفقة البيع حوالي 450 مليون يورو. وهنا بتنتهي كل ديون النادي، وبيقدر النادي ان هو يعمل تعاقدات جديدة اللي بيحلم بيها فلورنتينو بيريز. وبيجي اول هدف لبيريز وهو اللاعب زين الدين زيدان. في حفل ابطال اوروبا في اغسطس 2000 بيتقابل زين الدين زيدان مع فلورنتينو بيريز، وبيكتب بيريز لزيدان على منديل سؤال واضح وصريح: هل تريد ان تلعب لريال مدريد؟ وبيكون رد زيدان الناحيه الثانيه على نفس المنديل برضه واضح وصريح: نعم اريد ان العب لريال مدريد. علشان بعدها بسنه في صيف 2001 بيتعاقد ريال مدريد رسميا مع زين الدين زيدان في صفقه هتخلي زين الدين زيدان اغلى لاعب في العالم ب 77 مليون يورو. وكان هدف بيريز الاول من الصفقه دي ان هو
يتخطى اليونايتد من الناحيه التجاريه. واللي ياكد الكلام ده ان زين الدين زيدان بيوافق ان هو يبيع 90% من حقوق الصور لريال مدريد. موسم 2001-2002 بيكون السنه المئويه لتاسيس نادي ريال مدريد، وطبعا لان الموسم ده مهم النادي بيخطط ان الموسم ده لازم يكون تاريخي ويفوز بثلاثيه. وكمان الصدفه ان الملعب اللي هيتلعب فيه نهائي دوري ابطال الموسم ده هو نفس الملعب اللي كسب فيه الميرينجي البطوله الخامسه لدوري ابطال اوروبا. فكانت رساله واضحه وايمان كبير جدا عند اللاعبين ان الريال الموسم ده هيحقق البطوله التاسعه لدوري ابطال اوروبا. بس كان في مشكله صغيره كده بتواجه مدرب ريال مدريد البوسكي، ان الصفقه الاعلى والاغلى زين الدين زيدان مالوش مكان في تشكيله ريال مدريد. زياده على كده ريال مدريد كان مركز بس في الصفقات السوبر ستار وما كانش مركز مع الصفقات الدفاعيه، فده خلى بدايه موسم ريال مدريد تكون صعبه جدا. وفي اول 6 ماتشات بيكسب ماتش واحد بس. مش بس كده، ده كمان ريال مدريد بيكون قريب جدا من مراكز الهبوط. وابتدى الاعلام والجماهير ينتقدوا زين الدين زيدان خصوصا بعد فوز الريال في اول 4 ماتشات في دوري الابطال بدون زيدان، لان زيدان لما انتقل من اليوفي ريال مدريد كان موقوف 4 ماتشات في دوري ابطال اوروبا. ولكن مع تعديل التشكيله من ديل بوسكي بدا زيدان يثبت نفسه جوه الفريق، وبعدها بيرجع مدريد مره ثانيه لصداره الدوري في يناير. ولكن مع تقدم الدوري والميرينجي بيضيع في نقط سهله بنشوف ان وضع الميرينجي في الدوري بيبقى صعب. هنا بيجي الاتحاد الاسباني ويدي ريال مدريد هديه كبيره قوي، وبيوافق ان نهائي كاس ملك اسبانيا يتلعب في اليوم المئوي لتاسيس النادي ويتلعب في سانتياغو برنابيو، علشان تكون فرصه كبيره جدا للاعبين وللجماهير ان هم يحتفلوا بلقب كاس ملك اسبانيا في ملعبهم في اليوم التاسيس المئوي. بس بيجي ديبورتيفو لا كورونيا قدام الريال ويعمل ماتش عالمي في سانتياغو برنابيو ويكسبهم 2-1 علشان يحمل ديبورتيفو لا كورونيا كاس ملك اسبانيا قدام كل جماهير الريال في سانتياغو برنابيو. ويخسر ريال مدريد اول بطوله من الثلاثيه اللي كان بيحلم بيها في اول الموسم. بس على مستوى بطوله دوري ابطال اوروبا بيجي ريال مدريد ويواجه بايرن ميونخ للموسم الثاني على التوالي، ولكن المره دي اللعيبه بتستفيد من الدرس وبتكسب بايرن ميونخ علشان يروحوا لقبل النهائي ويلعبوا فيه غارمهم برشلونه اللي كان في الوقت ده اصلا بيعاني في الدوري. وبيقدر الميرينجي ده يكسب البارسا ويعدي للنهائي، لكن بتيجي خساره ريال مدريد ل3 ماتشات من اخر 5 ماتشات في الدوري وتبعده النهائي عن الدوري علشان يكسب فالنسيا الدوري الاسباني، ويبقى لريال مدريد في الموسم اللي كان بيحلم فيه بالثلاثيه لقب واحد بس، وما عندوش غير حل واحد ان هو يكسب اللقب ده علشان ينقذ بيه الموسم. نهائي الابطال بيجي بين ريال مدريد وباير ليفركوزن اللي عنده نفس ظروف ريال مدريد، فريق كان بينافس على الدوري وخسر في الاخر، وخسر نهائي المانيا قبل النهائي ب4 ايام، فداخل وكله تفاؤل وامل وطموح ان هو لازم يكسب البطوله دي. بيبدا الماتش النهائي وبيسجل راؤول ريال مدريد في بدايه الماتش، ولكن بسرعه بيجي لوسيو ويعدل لباير ليفركوزن. ولكن قبل نهايه الشوط الاول بيجيب زيدان الهدف الثاني للميرينج، الهدف اللي بيدخل بيه زين الدين زيدان تاريخ نادي ريال مدريد. ومع تألق الحارس إيكر كاسيس بيفوز ريال مدريد بالماتش وبالبطوله. في بداية الموسم بيطلع فلورنتينو بيريز ويقول ان احنا الموسم ده مش هنخش الميركاتو، وان مفيش لاعب سوبر ستار حاطين عينينا عليه وعايزين نجيبه، ده غير المشاكل اللي كانت موجودة مع اللاعبين خصوصا مع كلود ماكاليلي اللي دايما زيدان كان بيصرح وبيقول ان ماكاليلي هو اهم لاعب في الفريق. وهنا كانت مشكلة سياسة فلورنتينو بيريز ان هو عايز يجيب لعيبة سوبر ستار يدفع لهم فلوس كتير قوي، وبقيت اللعيبة اللي في الملعب يعتمد على لعيبة من اكاديمية ريال مدريد بتاخد مرتبات اقل. ففي الحالة دي نقدر نعمل توازن في المرتبات اللي بيدفعها النادي. بس المشكله في السياسه دي ان هي كانت بتخلق فجوه كبيره جدا ما بين اللعيبه، لكن الموضوع ما بيقفش لغايه هنا، لان تألق الظاهره رونالدو في كاس عالم 2002 بيخلي بيريز مهووس بفكره التعاقد معاه. بس كانت المشكله الوحيده قدام بيريز في الاموال اللي هيقدر ان هو يمول بيها الصفقه دي. هنا بيتدخل جاسبر رئيس نادي البارسا بيحاول يتعاقد مع موريانتس من ريال مدريد، لكن بيعمل لعبه كده وبيجي قبل نهايه الميركاتو وبيسحب طلب التعاقد من ريال مدريد علشان ما يكونش في اي حل يقدر بيريز يمول بيه صفقه رونالدو. بس بعد كل ده بينجح بيريز ان هو يتعاقد مع رونالدو لريال مدريد، وبتكون المشكله ان رونالدو بيجي للفريق وهو مصاب ومش هيلعب اول 3 ماتشات مع الفريق، ودخوله بيجي في الماتش الرابع كبديل وبيجيب هدفين لريال مدريد. علشان من هنا بتبدا معاناه الميرينجي ومعاناه رونالدو اللي في ال6 ماتشات اللي بعدهم بيجيب جون واحد بس لريال مدريد، والجماهير
والجماهير كلها بتصفر عليه في الملعب. بعدها بيروح ريال مدريد يلعب نهائي كاس العالم للانديه، ولكن الموسم ده بيفوز، وبيبدا بعدها الفريق يرجع لمساره الصحيح وبيخسر ماتش واحد بس في 22 مباراه، لغايه ما بيوصل الفريق لربع النهائي دوري ابطال اوروبا ضد مانشستر يونايتد، وبيقدر الفريق في ماتش الذهاب انه يكسب 3-1 وبيخسر في الاياب 4-3، ولكن في مجموع الماتشين بيتاهل، واللي بيجيب هاتريك الاياب بيكون رونالدو. بيجي للريال بعدها اختبار صعب جدا في نص نهائي دوري ابطال اوروبا ضد اليوفي، ورغم ان هم بيكسبوا في الذهاب في البرنابيو الا ان غياب ماكاليلي في مباراه الاياب بيكون قاتل جدا لريال مدريد، لان ببساطه غياب ماكاليلي عن الفريق بيكشف كل ملعب ريال مدريد، وبيخسر الريال من اليوفي 3-1 وبيودع البطوله. وهنا بيبدا الاعلام يرمي اللوم كله على المدرب ديل بوسكي، وبعدها بيخسر الميرينج خساره الثانيه من مايوركا 4-0 عشان يخرج من كاس ملك اسبانيا، علشان تكون بطوله الدوري الاسباني هي البطوله الوحيده اللي يقدر بيها ريال مدريد ينقذ الموسم. الا ان اهدار نقط كتير جدا ريال مدريد بيخلي الدوري في الملعب ما بين ريال مدريد وريال سوسيداد لاخر جوله. بس قبل الماتش الاخير بتحصل حاجه في مدريد بتقلب الدنيا كلها. بتعلن اداره نادي ريال مدريد التعاقد مع نجم جديد وهو ديفيد بيكهام، علشان التعاقد ده يخلي غرفه ريال مدريد كلها مشتعله، وغضب للمدرب وغضب للعيبه كلها. وكان الهدف من اعلان الصفقه دي في الوقت ده هو قتل الاشاعات اللي موجوده اللي بتقول ان بيكهام هيروح البارسا. وبيدخل ريال مدريد ماتشه الاخير في الدوري قدام اتلتيك بلباو وبيقدر ان هو يكسبهم 3-1 علشان يقدر ريال مدريد ان هو يتوج ببطوله الدوري. ولكن فرحه تتويج الريال ببطوله الدوري الموسم ده بتكون مشحونه بتوتر كبير جدا جوه الفريق، وبنلاقي بعديها على طول طرد ديل بوسكي من النادي وعدم التجديد للاعب فرناندو هيرو، وبيتم التعاقد مع المدرب كارلوس كيروش، وبيريز بيطلع يبرر ان هم محتاجين مدرب جديد بفكر تكتيكي جديد. وهنا بيبدأ الريال يتحول لفريق تاني خالص مختلف. بيتم تقديم بيكهام كلاعب جديد ريال مدريد، وبتكون واضحه نوايا بيريز التجاريه لان بيكهام بيلعب في نفس مكان فيجو. وبتبدا جوه ريال مدريد تحصل مشاكل في غرفه الملابس، وبيرحل عن الفريق ماكاليلي ومورينتس، والفريق فعلا بيبدا يتحول من فريق كره قدم الى ماركه عالميه زي ما كان بيريز بيحلم. بيبدا الفريق الموسم بشكل قوي جدا وبيكسب البارسا في الكامب نو، بيكون الريال في الصداره بفرق كبير جدا مريح لغايه شهر فبراير. ومن هنا بيبدا الانهيار التاريخي لريال مدريد والجيل الجالاكتيكوس، بداية مع نهائي كأس ملك اسبانيا والخسارة من ريال ساراكوستا في الاشواط الاضافية، وبعد الصعود من دور ال16 لدوري ابطال اوروبا قدام غارمهم الاوروبي بايرن ميونخ، بيجي ريال مدريد في دور الثمانية قدام موناكو يكسبهم في الذهاب 4-2. ورغم ان ريال مدريد بيجي في ماتش الاياب ويكون كسبان 1-0، وفي الحالة دي بيكون موناكو محتاج 3 اهداف كاملين عشان يقدر ان هو يوصل للدور اللي بعده، وبيكون الماتش خلاص رايح كله لصالح ريال مدريد. بيجي موناكو ويعمل ريمونتادا قويه جدا ويكسب ريال مدريد 3-1 ويخرج ريال مدريد من البطوله. ويجي بعدها ريال مدريد ويخسر من اوساسونا ويخسر صداره الدوري لصالح فالنسيا، لينهي ريال مدريد الموسم برقم قياسي جديد وهو خساره 5 مباريات متتاليه في الدوري، علشان بعدها بيتم طرد كارلوس كيروش وبيستقيل المدير الرياضي خورخي فالدانو، وبيتعاقد بعدها ريال مدريد مع المدرب كاماتشو مع المدافع والتر سامول في محاوله من فلورنتينو بيريز لتعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسيه. بيفوز فلورنتينو بيريز في الانتخابات الرئاسيه لريال مدريد، وبيكون هدفه واضح وصريح هو التعاقد اكتر واكتر مع لعيبه اكتر، وبيجي بعدها التعاقد مع مايكل اوين من مانشستر يونايتد ومع المدافع جوناثان وود. ولكن بتكون مشكله ريال مدريد كميه النجوم الموجوده في الفريق، ودي المشكله اللي فهمها المدرب من بدري قوي، اللي قدم استقالته بعد خسارته في الماتش الثالث ضد اسبانيول، لانه كان فاهم ان هو ما عندوش غير حل واحد، يا اما يشرك النجوم دي كلها يا اما هيطردوه من الفريق. وفعلا مع الوقت بيبتدي ريال مدريد هو يفقد توازنه في الملعب، لان الفريق بيلعب لعيبه عندها خصائص هجوميه مفيش حد بيدافع، وده اللي كان باين واضح جدا في ماتشهم ضد البارسا في الكامب نو اللي خسروه 3-0 بابداعيه لرونالدينيو. وبيجي بعدها خساره جديده للميرينج من اشبيليه في سانتياغو برنابيو، وبيتم طرد المدرب رامون، علشان بعدها بيجيب المدرب البرازيلي لوكسمبورغو، ولكن الفريق بيودع بدري جدا في كاس ملك اسبانيا، والموضوع بيمد شويه ويودع بدري في دوري ابطال اوروبا بعد الاشواط الاضافيه
قدام اليوفي. وحتى مع فوز الريال على البارسا في الدوري بالأربعة، إلا إن البارسا كان بعيد جدا في الصدارة والريال كان متأخر جدا، لينهي الريال الموسم تحت البارسا في الوصافة. بداية الموسم كانت بخروج لويس فيجو من ريال مدريد إلى إنتر ميلان، اللي آخر فترة كانت العلاقة متوترة بينه وبين المدرب، وبيخرج معاه في نفس الموسم ويلتر سامويل وسولاري اللي نفس الفريق، وبعدهم على طول بيخرج مايكل أوين لنيوكاسل يونايتد. وبيكونش فيه في الموسم ده صفقة واضحة وصريحة ومهمة لريال مدريد. كانت بداية الموسم للميرينجي متقلبة وعاملة زي الموسم اللي قبله، ولكن بيقدر ريال مدريد في الجولة السابعة للدوري إن هو يتربع على صدارة الدوري. وبيجي اختبار صعب جدا للميرينجي قدام البارسا في البرنابيو، واللي بيعمله رونالدينيو في ريال مدريد في ملعبهم في الماتش ده ما يتحكيش. المهم ان الماتش بيخلص 3-0 لصالح البارسا، وبعدها ب3 ماتشات بيتم اقالة المدرب لوكسمبورجو، وبيكمل بعدها المدرب كارو لنهاية موسم ريال مدريد. وبيفضل حال ريال مدريد زي ما هو حتى بالصفقات الشتوية، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. والكارثة بتحصل لريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا قدام ريال ساراكوستا، علشان يخسر ريال مدريد من ريال ساراكوستا 6-1. وبيخسر قدام ارسنال في نفس الشهر في دوري ابطال اوروبا بهدف لهنري. وبتبدا بعض المشاكل بتحصل ما بين رونالدو وراؤول بسبب تصريحات رونالدو اللي طلع قبل الماتش الارسنال وقال ان البرنابيو لا يحترم رونالدو. وبتيجي بعدها ب5 ايام خساره تانية لريال مدريد من مايوركا عشان يبتعد البارسا عن الريال في الصداره. وهنا بتحصل مفاجاه كبيره جدا بتهز نادي ريال مدريد، وهي استقالة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، اللي بيطلع في المؤتمر الصحفي اللي بيعلن فيه استقالته وبيعترف ان هو كان بيدلع اللاعبين. ولكن حتى بعد كل اللي حصل ده ما بيقدرش ريال مدريد ان هو يرجع في الموسم، وبيخرج بموسم صفري. بعدها بيعلن زين الدين زيدان ان هو هيعتزل بعد كاس عالم 2006، وبتيجي اصابة قوية لرونالدو في نهاية الموسم بتبعده عن الملاعب، وبتنتهي حقبة الجالاكتيكوس بدون تحقيق اي انجاز تاريخي يذكر. بالرغم من فشل جيل الجالاكتيكوس في تحقيق اي انجاز كروي كبير مقارنه بالاسماء الكبيره جدا اللي كانت بتلعب جوه فريق الميرينجي في الوقت ده، الا ان اكيد فلورنتينو بيريز وصل لحلمه ونجح في فكرته، وهي تحويل ريال مدريد من فريق كره قدم الى ماركه عالميه. وفعلا بيتحول ريال مدريد من نادي عليه ديون الى اغنى نادي في العالم. بيريز بيحول النادي من نادي بيعتمد على عوائد البث التلفزي الى نادي بيعتمد على التجاره. ونيجي دلوقتي لاهم سؤال: هل نجح ام فشل جيل الجالاكتيكوس؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وفي النهايه ما تنساش لايك وسبسكرايب وفولو. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.